ولدت في عالم تحكمه الحرب، بشر بقوة شيطانية ومصاصون دماء ووحوش أسطورية. كنت عاديا ولكنني اكتشفت القوة، ومن الآن سأمحو كل من في طريقي. فهل تريدون أن تعرفوا؟ إذن هيا بنا نبدأ سرد الحكاية. بتبدأ قصتنا في مدينة من المدن، وبنشوف البشر فيها عايشين بسلام، بس فجأة ومن غير أي مقدمات بيبدأ كل البشر إن هم ينهاروا ويموتوا واحد ورا التاني. وفي وسط الأحداث دي بنشوف مجموعة من الأطفال اليتامى بيهربوا للملجأ علشان يستخبوا، ولكن بيكتشفوا إن حتى مدير الملجأ المسؤول عنهم ميت هو كمان. ما بيكونوش فاهمين حاجة، بس بيسمعوا صوت واحدة بتتكلم في الميكروفون وبتقول لهم إن سبب موت البشر بالشكل ده هو انتشار فيروس مميت، وإن الجنس البشري قرب على الفناء، ولكن لحسن حظهم إن الفيروس ده مش بيسيب الأطفال اللي أقل من 13 سنة. وبعد ما بيسمعوا الكلام ده بيجي مجموعة من الأشخاص الغريبة عندهم وبيبداوا يجمعوا كل الاطفال وبياخدوهم وبيمشوا من غير حتى ما يعرفوهم مصيرهم ايه بالظبط. وبعد 4 سنين من الحادثه دي بنشوف عدد مهول من الاطفال المتجمعين في منظمه ضخمه تبع الاشخاص اللي خطفوهم. بيتم الكشف عن الاطفال دول كل يوم وبيسحبوا منهم دم، وبعدها بيدوا لهم مشروب لتغذيتهم، وبنكتشف ان الاشخاص اللي خطفوهم دول عباره عن مصاصين دماء. وفي وسط الاطفال دول بنشوف ولد اسمه ميكا بيكون قاعد يشرب المشروب بعد ما سحبوا منه دم، واثناء ده بيشوف صاحبه وهو متعصب وبيدمر المشروب وبيرفض يشربه. فبيساله ميكا اذا كان مش ناوي يشرب المشروب برضه، وبيقول له ان بالشكل ده هيتعب، ولكن يوبي بيقول له انه مش هيشرب القرف ده، وبيقول له كمان ان المفروض يبطل يسمع كلامهم ويعمل اللي هم عايزينه. فبيتنهد ميكا وبيقول له انا مش شايف ان دي حاجه وحشه، فهم مش هيموتوا لو فضلوا عايشين هنا، والاهم من ده ان هم يقدروا يعيشوا مع عائلاتهم. وبيسالوا اذا كان ده مش كفايه. بيتعصب يوبي بيقول له انا مش حيوان اليف، وبعدها بيرمي كيس المشروب اللي اخده. بس فجاه اثناء كلامهم بيوصل 2 من مصاصين الدماء وبيدوسوا على ايد طفلين كانوا بيلعبوا على الارض من غير ما يهتموا. فبيتعصب يوبي بيجري علشان يضربهم، ولكن طبعا مش بيقدر، وبيمسكوا واحد من مصاصين الدماء ده من هدومه وبيبصوا له بنظرات مخيفه. فبيحاول يهرب منه ولكنه مش بيقدر، فبيروح ميكا يعتذر بالنيابه عنه، ولكن مصاص الدماء مش بيهتم لاعتذاره وبيمسك يو وبيكون على استعداد انه يقتله ويرميه من فوق المبنى. ولكن لحسن حظهم في واحد من النبلاء اسمه اللورد فريد بيوصل، ووقتها بيقرر مصاصين الدماء دول ان هم يسيبوا يو يمشوا. فبيروح ميكا عند اللورد وبيسلم عليه، فبيرحب اللورد بيه وبيعرض عليه ان هو يزوره في القصر بتاعه النهارده مره ثانيه، لان الدم بتاعه كان لذيذ وعجبه جدا. وبالفعل بيوافق ميكا على عرضه. فبيبص اللورد ليو بيساله انت مش هتيجي انت كمان؟ فبيتفاجئ يو من سؤاله بيكون لسه هيعك الدنيا تاني، ولكن ميكا بيوقفه بسرعه بيقول للورد ان يو بيتكسف شويه، وبالشكل ده بيقدر ان هو ينقذ يو يمشوا. فبيساله يو عن سبب اعتذاره، فهو كان هيضرب مصاصين الدماء دول ويعلمهم درس، ولكن ميكا بيقول له ان مستحيل البشر يتفوقوا على مصاصين الدماء. بيحذره بيقول له ياخد باله من تصرفاته علشان الموضوع خطر جدا عليه. بيسال يو ميكا اذا كان يعرف النبيل اللي كلمه من شويه، فبيقول له ميكا انه بيديله دم مقابل اي حاجه بيكون محتاجها، ومش شايف ان في مشكله في الموضوع، فهم محتاجين يكونوا اذكياء للنجاه في المكان ده. ولكن يو بيتعصب وبيروح ضربه وبيسيبه وبيمشي. بيروح يقعد لوحده، فبتشوفه بنت من البنات اللي كانت معاه في الملجأ واسمها اكاني، وبتروح تتكلم معاه وبتساله اذا كان متضايق من ميكا، فبيقول لها بلاش تجيب سيرته والاحسن انها تبعد عنه. فبتستغرب وبتساله عن السبب، فهم عيله، ولكن يو بيقول لها ان هو ما عندوش عيله والكلام ده. فبتقول له ان ده مش حقيقي. مديره الملجأ قالت لهم ان هم كلهم عيله، ولكن يو كان بينكر ده، فهو كان بيعاني بسبب عيلته الاصليه، وسبب وجوده في الملجأ من الاساس هو ان ابوه وامه حاولوا يقتلوه، وامه قالت له ان هو شيطان وبعد كده قتلت نفسها. ولكن رغم قساوته الا ان ميكا صاحبه كان فاهم اللي بيمر بيه وكان بيحاول يساعده هو والباقيين. وحتى اكاني مش بتتضايق وبتقول له يرجع علشان يقدروا يتعايشوا مع بعض. وبالفعل بيرجع، واول لما بيوصل بيلاقي كانت بتحضر لهم اكله مش متعودين عليها لان الاكله دي غاليه. وبيعرف كمان ان ميكا هو اللي جاب حاجتها قبل ما يروح للورد، فبيتضايق يقول لان ميكا بيعمل كل ده علشانهم من غير اي مقابل. مش بيرضى ياكل مع الباقيين وبيفضل مستنيه ومش بينام لحد ما بيرجع من عند اللورد. واول لما بيوصل بيقول له ان المره الجايه هيشارك دمه معاه ومش هيسيبه لوحده كده، لكن ميكا بيقول له انا مش مضطر يعمل كده، فهو هيضحي بدمه لحد ما يقدر يتخلص من مصاصين الدماء زي ما وعده. بيتعصب يقول ان ميكا متحمل مسؤوليه كل حاجه لوحده، وبيقول له كمان ان هو مش غبي وعارف ان هزيمه مصاصين الدماء مش سهله. لكن ميكا بيوقفه وبيقول له بلاش يقول الكلام ده، لان كلامه عن هزيمه مصاصين الدماء بيدي امل للاطفال. وبعدها بياخدوا علشان ياكلوا، واثناء الاكل بيخرج مسدس وخريطه للمدينه اخدهم من عند اللورد. بيقول له ان النهارده هيتخلصوا من كل المعاناه اللي مروا بيها، وبيعرض عليه ان هم يهربوا. فبيتصدم يو بيساله هيعملوا ايه في الفيروس، فالكل بيقول ان مصيرهم هيكون الموت لو خرجوا من هنا. فبيرد ميكا وبيقول له ان الفيروس مش بيسيب الاشخاص اللي اقل من 13 سنه، وهم حاليا 12 يعني قدامهم سنه. ولكن يو بيفضل حاسس بالقلق، بس بعدها بيتحمس وبيوافق وبيطلب من اكاني ان هي تصحي الباقيين. وبعدها بيبدا ميكا يوجههم لطريق الخروج عن طريق الخريطه اللي معاه لحد ما بيكونوا على وشك الخروج من المدينه بالفعل. ولكن فجاه بيقابلوا اللورد فريد، وبيكتشف ميكا ان اللورد لاحظ انه سرق المسدس والخريطه وكان عامل لهم كمين. اول لما بيشوفهم بيمتص دم واحده من الاطفال وبيقتلها في ثواني، فبيتصدم هو بيحاول يضربه بالمسدس ولكن مش بيقدر يصيبه. بيستهزئ اللورد بيه هو وميكا وبيقول له ان الخريطه حقيقيه ولو كملوا لاخر الطريق هيخرجوا من المدينه، ولكن للاسف فرصتهم ضاعت. وبيبدا يقتل باقي الاطفال. مش بيتبقى غير ميكا ويوفا. بياخد ميكا المسدس من يو بيروح يهجم
بيهجم على اللورد بغضب، ولكن اللورد بيضربه بيطير المسدس من ايده وبيطير معاه دراعه. في الوقت ده يوبي يتعصب لما بيشوف صاحبه قدامه بيحصل فيه كده، وبياخد المسدس وبيقدر يضربه في راسه اخيرا. بيحاول بعدها انه يتكلم مع ميكا علشان ياخده ويمشوا، ولكن للاسف اصابات ميكا كانت خطيره وما كانش عارف يتحرك بسببها، وعشان كده بيطلب من يون ان هو يهرب لوحده، ولكن يوبي ينهار ووقتها لاول مره بيعترف ان هم عيلته وبيقول ان هو مش عايز يخسرهم. لكن ميكا بيضربه بيقول له يمشي قبل ما يتقبض عليه، فبيضطر يون يهرب فعلا وبيجري بكل قوته لحد ما بيخرج من المدينه. بيوصل بعدها المكان مليان تلج، وهناك بيقابل 3 اشخاص بيقولوا كلام غريب زي ان نبوءه طلعت صح، وفي واحد من مواضيع الاختبار في المعمل اللي دمرت اليابان ظهر. بعدها بيقولوا القائد بتاعهم ليون انه هيستخدمه علشان يتخلص من مصاصين الدماء، فبيروح يحضنه وبيترجى يعمل كده. بيفوت 4 سنين على الحادثه دي، ولكن يوم مش بينسى اللي حصل تماما، بل رغبته في الانتقام من مصاصين الدماء كانت بتزيد اكتر واكتر، وعشان كده كان بيحاول ينضم للجنود اللي قبلوه وبيبدا يقاتل معاهم. وفي مره واثناء دوريه حراسته بيشوف 2 من الجنود بيقاتلوا وحش من الوحوش اللي في المدينه. يو كان عايز يتدخل فبيأمره يتراجع ويسيبهم يتعاملوا مع الوحش بنفسهم، ولكن يو مش بيوافق وبيقول لهم لو ما عرفتش اقاتل وحش ضعيف زي ده يبقى مش هعرف اقتل مصاصين الدماء. بعدها بينطلق بكل قوته بيقدر يتخلص من الوحش ده بضربه واحده من السيف بتاعه، ورغم انه ساعد الجنود في مهمتهم وتخلص من الوحش ده، ولكنه توقف عن العمل بسبب عصيان الاوامر. وكمان بيضطر يدخل لمدرسه ثانويه عاديه وبيكون متضايق لانه المفروض يكون عسكري، وبيفضل يبرطم بالكلام ويعمل دوشه طول الحصه. فبيتعصب المدرس من تصرفاته بيهدده ان هو هيفصله، فبيفرح يو جدا وبيقول له يا ريت، لكن فجاه بيلاقي بنت من وراه بتخبط على كتفه بتكتب له ورقه انها واحده من ضباط المراقبه. اسم البنت دي بيكون شين، وبتقول له لو عملت حاجه تانية هبلغ الجيش عنك وهزود فتره عقوبتك. فبيتصدم يو بيقول لها بغضب يعني ايه الكلام ده، فبيضايق المدرس منه مره تانية، وعشان كده بتهدده شينو وبتقول له انه لازم يتعاون معاهم، وبالفعل بيضطر يقعد ساكت. فبتكمل شينو كلامه وبتقول له ان العقاب ده هيستمر لحد ما يقدر يحصل على صديق من المدرسه، وهنا بتقلب عليه المواجع. بيفتكر يو لقاءه مع القائد اول مره بعد ما هرب من مصاصين الدماء، وبيفتكر صدمته وقتها لانه كان فاكر ان البشر انتهوا زي ما مصاصين الدماء قالوا، ولكنه اكتشف ان 90% من البشر بس هم اللي ماتوا، يعني لسه في 10% عايشين. ولكن ظهور الفيروس ده تسبب في ظهور وحوش غريبه على الارض زي الوحش اللي يو قتله واتجذب بسببه. وبرغم كل ده الا ان البشر ما استسلموش طبعا، فقائد الفرقه اللي يو قابله قبل كده قال له ان هم بيحاولوا يجمعوا كل البشر اللي عايشين علشان يسيطروا على الوضع مره تانية. والقائد ده اسمه جورين، وكان عقيد في جيش الشياطين الامبراطوري، واول مره قابل يو فيها قدر يتعرف ان هو بيكره مصاصين الدماء، وعشان كده طلب ينضم لهم، وقال له كمان ان هيديله القوه اللي يتخلص بها من مصاصين الدماء. ولكن من ساعتها وهو بيتجاهل يو، ويو مش فاهم سبب التجاهل ده طول ال4 سنين اللي فاتوا. وبعد ما الحصه بتخلص بتتكلم شينو مع يو وبتحاول تخليه يتعرف على اصدقاء من الفصل، وبتقول له انها عارفه ان عيلته ماتت بسبب مصاصين الدماء من 4 سنين، ومن ساعتها ما كانش عنده اي صديق او حبيبه لانه كان خايف بعد اللي حصل لهم ده يتكرر مع اصحابه الجداد. ولكنه بيتعصب وبيقول لها قولي للغبي اللي اسمه جورين يحطني في وحده اباده مصاصين الدماء، فانا دلوقتي عند القوه لقتلهم. فبتخرج رساله وبتقول له جورين كان عارف انك هتقول كده وكان متوقع كل الكلام ده، وعشان كده ساب لك الرساله دي. بيلاقي مكتوب في رساله جورين بص يا حبيبي احنا مش محتاجين طفل مش قادر يكون اي صداقات، ولو الكلام مش عاجبك فانت ممكن تتعرف على صديق وتيجي تعرفه عليا، مع اني شاكك انك ممكن تقدر تعمل ده. فبيتعصب يو بيرمي الورقه وبيمشي، ولكن شينو بتتتبعه علشان تراقبه لو عمل اي مخالفه، فبيقف يتكلم معاه علشان تسيبه. واثناء ده بيشوف ولد زميلهم، الولد ده اسمه يوشي، وبيكون على وشك انه اتضرب من 3 اشخاص تانيين بيتنمروا عليه. فبيحاول يو انه يتجاهل اللي بيحصل ويمشي، ولكن مش بيقدر وبيرجع تاني علشان يوقفهم، وبيكون على استعداد ان هو يقتلهم. ولكن شينو بتوقفه وبتعصبه اكتر وبتقول له انت لو ضربت اي مدني فتره عقوبتك هتزيد لو مش فاكر، وعشان كده مش بيقدر يدافع عن نفسه، وبيضطر يسمع كلام ال3 دول ويروح يشتري لهم الحاجات اللي طلبوها مع يوشي علشان يسيبوا يوشي في حاله. من الاخر كده بتحاول خادم عندهم، فبيعتذر له يوشي اكتر من مره لانه السبب في كل اللي بيحصل له ده، ولكن يو بيقول له بطل اعتذار وبيساله ليه الولاد دول كانوا بيتنمروا عليه. فبيرد يوشي وبيقول له ان هم مش بيتنمروا على حاجه، فبيفتكر يو ان هو مغفل، ولكن يوشي بيفضل مصمم على كلامه. بيكمل وبيقول له هم ما كانوش بيتنمروا عليا بالفعل، فهو كان عايز يطلب معروف من واحد فيهم اسمه ياماكا، وعشان كده طلب منهم ان هو يكون صاحبهم. فبيسالوا يو عن المعروف ده، فبيقول له انه فشل في امتحان دخول جيش الشياطين ولكنه عايز ينضم لهم فعلا، وسمع ان ياماكا مجند في فرقه شياطين القمر التابعه لوحده اباده مصاصين الدماء، وعشان كده كان بيتحاول يتعرف عليه لانه حاسس انه لو بقى صاحبه ممكن يبقى عنده فرصه انه يدخل الاختبار مره تانية علشان ينضم ليهم. فبيتصدم يو بيتعصب وبيشتم جورين لانه حتى ما قبلوش وقبل الواد اللي اسمه ياماكا ده. بيكمل يوشي وبيقول له انه عايز ينضم لهم علشان ينتقم لاخته اللي اتقتلت وهي بتحاول تحميه وما قدرش ينقذها وقتها. فبيضربه يو على راسه وبيقول له انه ما كانش هيقدر ينقذها، وحتى اخته مش هتكون عايزاه ينتقم، ومن الافضل انه ما يحاولش ينضم ليهم. بعدها بيسيبه وبيمشي، وبيفضل يوشي واقف على وشك ان هو يعيط، ولكن فجاه بيحصل انفجار في المبنى اللي وراهم وبيسمعوا انذار المدرسه. بيكون في مصاص دماء هرب من مختبر قريب منهم وجا عندهم، وبيطلبوا من الكل ان هم يخلوا المكان. فبتقرر شينو ان هي تكلم فرقه شياطين القمر، ولكن يو بيقول لها مفيش داعي، وبيقرر يتعامل مع الموضوع بنفسه علشان يجبر جورين ان هو يعترف بيه. بيروح ياخد السيف بتاعه من الخزان الاول، وبعدها بينطلق عند مصاصه الدماء دي، واول لما بيوصل بيلاقيها بتحاول تمتص دم بنت فاقده الوعي، ومفيش حد معاه غير الواد اللي اسمه ياماكا. وفي ثواني وفي لمح البصر بيهجم على مصاصه الدماء ولكنها بتتفادى كل هجماته. بتدور المعركه ما بين
بينهم وضربات 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 لحد ما بيقدر ان هو يقطع دراعها. بعدها بيأمر ياماكا ان هو ياخد البنت دي ويهرب بما انه جندي، ولكن ياماكا بينهار وبيقول له ان كده فهو مش جندي ولا حاجه، وقال كده علشان كان فاكر ان الكل هيخاف منه. بيتصدم يو فجاه بيلاقي ان مصاصه الدماء دي بتعالج ايدها المقطوعه وبتهجم عليه بماسوره حديد، فبيستمر في قتالها وبيجرحها اكتر من مره، ولكنها بتقدر تعالج جروحها رغم ده. بتروح ناحيه البنت التانيه علشان تمتص دمها وتزود قوتها، ولكن يوشي بيظهر وقتها وبيمنعها، فبتحاول تهجم عليه ولكن يو بينقذه بسرعه وبيصد هجومها. بتتعصب مصاصه الدماء وبتفضل تضرب السيف بتاعه وبتزقه لحد ما بيقع من الشباك، ولكن لحسن الحظ بيفضل يخبط في الزلة لحد ما بينزلوا على الارض، وعشان كده يو مش بيتصاب. ورغم ان طعنها بالسيف بتاعه ولكنها بتقول له ده مش كفايه علشان يقضي عليها، وبتحاول تشرب دمه قبل ما فرقه شياطين القمر تيجي، ولكن في نفس الثانيه غورين بيوصل بيطعنها بسيف اسمه السيف الملعون وبيحرقها تماما، وبعدها بيتريق على يو وبيقول له هو انت عامل لي فيها شجاع السيما، اديك مرمى على الارض اهو. بيقول له هو انت مش عارف انك ما تقدرش تقتل مصاص الدماء من غير تعويذه مضاده، ولكن يو كان شايف انه قتلها كويس على الاقل، وبالفعل غورين بيقول له ان ده مش وحش بالنسبه لطفل زيك، وبفضل مساعدتك عدد الوفيات قل وقدرت ان انت تحمي اصحابك. فبيقوم يو من مكانه وبيقول له خلاص خلينا ندخل فرقه شياطين القمر بما انك شفت مهاراتي، ولكن غورين مش بيوافق. بيقول له انا مش عايز حد في الفريق بتاعي مش هيقدر يشتغل شغل جماعي، وبيقول له كمان انت لازم تحصل على اصدقاء. لكن يو بيتعصب وبيقول له ان هو مش محتاج لحد، بس في نفس اللحظه دي يوشي بيظهر وبيروح يحضنه لما بيكتشف ان هو بخير، ولكن فجاه بيتزحلق وبيخبط يو، فالاتنين بيقعوا على الارض وبيخبط يو راسه في الارض فبيفقد الوعي. فبياخدوه للمستشفى وبيفضل يوشي هو وشينو معاه لحد ما بيفوق، واول لما بيفوق بتعرفوا شينو انه حاليا عضو في فرقه شياطين القمر، ولكن يوشي بيكون معاه لان القائد اعجب بالطريقه اللي انقذوا بيها اصحابهم، وبتعرفوا ان هم فريق واحد دلوقتي. وبسبب شجاعه يو بتزيد شعبيته في المدرسه وبيعرفوا كل البنات والولاد، وحتى في بنات بتعترف له باعجابهم بيه زي البنت اللي انقذها، ولكن يو ما كانش مهتم بالكلام ده. فبتروح شينو تتكلم معاه وقتها وبتقول له ان الافضل يلاقي له حبيبه، فهم مروا بكارثه كانت على وشك انها تخلص على البشريه كامله، وحاليا هم محتاجين يبقوا قريبين من بعض ويتجوزوا ويتكاثروا علشان يسيطروا على العالم مره تانية. ولكن يو مش بيهتم بكلامها وبيسالها هو ليه مضطر يروح لمدرسه عاديه رغم ان هم اعترفوا بموهبته وحاليا يعتبر فرد من فرقه شياطين القمر. فبتقول له انه ممكن يقدم شكوى للقائد ويعرف بنفسه، فبيتعصب وبيقول لها انه جرين مش بيكون في مكتبه دايما، فازاي هيقدر يتكلم معاه بالتخاطر يعني، ولكنها بتقول ان عصبيته دي مش هتفيده باي حاجه. وده غير ان تدريب وحده الاباده بدا بالفعل، وبالتدريب ده هيقدر يحصل على اللي هو عايزه، وبعدها بتخرج السلاح الملعون بتاعها اللي تقدر تتخلص بيه من مصاصين الدماء. فبينبهر يو من قوتها وبيقول لها ان لو معاه حاجه بالقوه دي هيقدر يتخلص من مصاصين الدماء لوحده، ولكنها بتتضايق وبتقول له مفيش حاجه اسمها لوحدك، انت لازم تتعلم العمل الجماعي. وكالعاده يو مش بيهتم وبيقرر يقاتلها بالسيف العادي بتاعه علشان يسبق قوته وياخد سلاحها منها، ورغم ان هي بتقول له انه مش هيقدر ياخد سلاحها لانها متعاقده مع الشيطان بتاعه بالفعل، ولكنه بيصمم يقاتلها علشان يعرف قوته. وفي البدايه بيقدر يتبادل معاها شويه هجمات، ولكن بمجرد ما شينو بتستخدم جزء من قوه سلاحها بتطير يو بعيد، وبيتاكد وقتها من فرق القوه ما بينهم. بعدها بيتمشى معاها للفصل وبيقول لها ان هي تقدر تتخلص من اي مصاص دماء بالشكل ده في ارض المعركه، ولكنها بتقول له ان ده مش حقيقي، فمصاصين الدماء بيكونوا مسلحين في المعارك الحقيقيه برضه. وبتكمل وبتقول له ان ده سبب اهتمام العقيد جورين بالعمل الجماعي. وفجاه هم ماشيين بيلاقوا يوشي بيجري عليه هو واتنين اصحاب ياماكا وبيطلبوا مساعدته، فبيفتكر ان هم بيتنمروا عليه تاني، ولكن بيتفاجئ ان هم بيحاولوا يصاحبوه ويخلوه القائد بتاعهم كمان، لكن يوشي ما كانش موافق. فبيتكلموا مع يو بيقولوا له ان هم معجبين بيه وبيحاولوا يخلوه يقنع يوشي كمان، ولكن يو بيسالهم ازاي قادرين يطلبوا من يوشي حاجه زي دي بعد ما اتنمروا عليه. فبيرد عليه وبيقولوا له ان هم دلوقتي يقدروا يستفيدوا من مساعدته بالفعل، وبيعرفوا ان ياماكا دخل اوضه اسمها الاوضه المحرمه ومن ساعتها ما خرجش. اول لما بتسمع شينو كلامهم بتقول لهم ان هم بالشكل ده اقتحموا منطقه محظوره من الدرجه الاولى خاصه بالجيش، وبتقول لهم ان هيتم معاقبتهم بشده. فبيسالوها عن اللي ممكن يحصل لياماكا، فبتقول لهم ان الجيش لو قبض عليه وعقوبته ممكن توصل للاعدام، وبتطلب منهم يسلموا نفسهم هم كمان. بعدها بتروح هي ويوشي ويو للاوضه دي، وفي طريقهم بيسالها يو عن الاوضه، فبتقول له دي منطقه تدريب واحده خاصه باباده مصاصين الدماء، ولو شخص غير متدرب دخلها هيتم استحواذ عليه من الشيطان اللي هناك. بيكملوا الطريق للاوضه وبتقول لهم ان حاليا الاشخاص اللي وحده اباده مصاصين الدماء بتختارهم او الشياطين بيستدعوهم هم بس اللي يقدروا يدخلوا، وبما ان ياماكا ما حدش استدعاه فممكن يكون الشيطان استحوذ على روحه بالفعل، ولو ده حصل وقتها هيتحول لحاجه اسوأ من مصاصين الدماء وهيكون شيطان بياكل البشر من غير اي عقل. وعشان كده اي حد بيدخل محتاج تدريب دقيق وخصوصا لعقله، وكانت عايزه تعرفه على خطوره السلاح الملعون، ولكن يو مش بيتاثر بكلامها وبيقرر يدخل الاوضه، وده علشان يحصل على القوه، فبيضطروا يدخلوا معاه. واول لما بيدخلوا بيشوفوا ياماكا وهو ماسك فاس ملعون، فبتقول لهم شينو بلاش يقربوا منه ويسيبوا له حته تتعامل معاه، ولكن يو مش بيسمع كلامها وبينطلق علشان ياخد الفاس منه. بيروح يهجم عليه ولكن شينو بتتدخل وبتحاول توقفه، بتقول انه لو لمس السلاح الشيطاني بايده هيتحول هو كمان لشيطان زيه وهيتم الاستحواذ عليه، لكن يو بيصمم انه مش هيخسر قدام شيطان، بس شينو بتقول له لا هتخسر لان قلبك ضعيف، فالشياطين بتتغذى على الرغبات المظلمه للانسان وهيستغلوا رغبتك في الانتقام، وعشان كده غورين مش عايز يديلك سلاح ملعون لحد دلوقتي رغم انه عارف مهاراتك القتاليه العاليه. ولكن يو مش بيسمع الكلام وبيرمي لها سيفه رغم ده، وبياخد الفاس من ياماكا بسرعه وبيقول لها شفتي اديني خدته اهو. ولكن فجاه بيلاقي نفسه في الملجأ مره تانية وبيشوف ميكا واصحابه من الماضي وهم قاعدين ياكلوا مستنيينه يروح ياكل معاهم، ورغم ان يو كان مصدوم ولكنه بيروح يقعد معاهم، فبيتكلم ميكا معاه عن ثورته ضد مصاصين الدماء وبيقول انه
كلهم كانوا مستنيينه. فبيسالوا يو بحيرة هو انتوا ازاي لسه عايشين، ولكنه بيقول له ان هم ميتين طبعا، فهو هرب بعد ما كلهم ماتوا على ايد مصاص الدماء. بيحاول ميكا يلومه ويلعب بدماغه وبيقول له ان حتى هو ما حاولش ينتقم لهم وبيطلب منه ينتقم. وبالفعل بتبدا فكره الانتقام تستحوذ على يو، واثناء ده بيستحوذ الشيطان عليه هو كمان. بس فجاه كل ده بيتدمر لما يو بيستوعب ان ده مش ميكا وان مستحيل ميكا يقول له حاجه زي كده. ساعتها الشيطان بيفشل في الاستحواذ عليه وبيرجع لوعيه مره ثانيه، فبتصدم شينو لانه قدر يرجع لوعيه ويتغلب على الشيطان من غير اي تعويذ تعاقد. بيسالها اذا كان كده حصل على الفاس الملعون، ولكنها بتقول له الموضوع مش بالسهوله دي ولازم يعمل تعويذ التعاقد، وغورين هو اللي هيحدد انهي سلاح مناسب ليه. فبيرد يبصق وبيقول لها انه هزم شيطان وحتى غورين الغبي مش هيقدر يتجاهل ده. فبتقوم شينو وبتقول له انه يقدر يروح لمدرسه وحده مصاصين الدماء التدريبيه بدءا من بكره. فبيفرح يو لانه اخيرا هيقدر ينتقم لميكا، ولكن بنكتشف ان ميكا لسه عايش وما ماتش اصلا بعد كل ده. ومش كده وبس، ده حتى اللورد فريد كان لسه عايش برضه. بنشوف ميكا وهو بيتخلص من احد الوحوش اللي كان بيهاجم بعض البشر في المدينه، وبعدها بيروح مصاصين الدماء ليهم يتكلموا معاهم وبيعرفوهم ان هم يحكموا المنطقه دي من دلوقتي، بس في مقابل ضمان سلامتهم هيحتاجوا يتبرعوا لهم بالدم. ووقتها بنرجع فلاش باك للماضي وبنشوف ميكا وهو ولد صغير بيفتكر يوم محاوله هروبهم، وبنكتشف ان اول لما يو هرب وصل مصاصين الدماء عنده وكان معاهم ملكه مصاصين الدماء واللي اسمها كرول. بتتكلم الملكه مع اللورد فريد وبنعرف ان هو ما ماتش من الطلقه اللي خدها، وبتقول له انا عارفه ان انت سبت الولاد تتصرف كده بمزاجك، لكن بسبب اللي انت عملته واحد بيحتضر والتاني سبته يهرب. بتكمل وبتقول له لازم تفسر لي اللي انت عملته، ولكنه بيقول لها انت اللي محتاجه تفسري لي لان التلاعب بلعنه الصراف يعتبر شيء غير قانوني، وبيهددها ان هو يبلغ مجلس الاجداد. وبالمناسبه هم بيقولوا على البشر التابعين ليهم صراف. المهم قوي لما بيهددها بتروح كرول تهجم عليه وبتقطع له ايده، بتهدده بقطع راسه. فبيقرر فريد يستسلم وما بيتدخلش في القضيه دي مره ثانيه. بتسيب فريد يمشي وبعدها بتروح تتكلم مع ميكا اللي كان بيحتضر وبتساله اذا كان لسه عايز يعيش، فهي ممكن تديله الحياه الابديه. ورغم ان ميكا مش بيوافق الا انها بتديله الدم بتاعها غصب عنه، وبالشكل ده بيتحول لاحد مصاصين الدماء وبينضم لصفوفهم. خلونا نرجع تاني عند يقول اللي كان بيتمشى في المدرسه وفجاه بيخبط في واحد وهو ماشي فبيتعصب عليه وبيتخانقوا مع بعض. بعدها بيروح يقابل يوشي وشينو علشان يروح للمدرسه، ولكنه بيكون متعصب ومش عايز يتدرب وبيطلب منهم يسيبوه قتل مصاصين الدماء على طول. لكن شينو بتقول انه مش هيروح لارض المعركه من غير تدريب، وبتاخده بعدها الفصل عند غورين. فبيعرف غورين باقي الطلاب عليهم وبيطلب منهم يعرفوا عن نفسهم، لكن يو مش بيوافق وبيقول له انا مش جاي اعمل صحاب هنا. وبيتكلم مع باقي الطلاب وبيقول لهم ان هم اغبياء وانه مش مهتم باللي بيدرسوه، فهو هياخد افضل سلاح في النهايه. لكن غورين بيضربه علشان وقحته ده، بيقول له يروح يقعد في اي مكان فاضي، وبالفعل بيضطر يسمع كلامه وبيروح يقعد في الكرسي اللي فاضي. بيتكلم مع الواد اللي وراه علشان يشيل رجله من عليه، وبيكتشف وقتها انه نفس الواد اللي اتخانق معاه في المدرسه الصبح. فبيتخانقوا مره ثانيه، ولكن غورين بيتدخل المره دي وبيضربهم وبيخليهم يفقدوا الوعي. بعد الحصه بيروح الواد اللي اتخانق مع يو واللي اسمه يوزيكي وبيتكلم مع غورين وبيساله اذا كان من حقه يجرب افضل سلاح في اختبار استحقاق السلاح الملعون، فهو جاب اعلى درجه من بين الكل. فبيساله غورين عن سبب سعيه للقوه بالشكل ده، ولكن يوزيكي بيقول ان هو عارف بالفعل. فبيفتكر غورين ان الواد ده اخته مصاب بفيروس نهايه العالم وحالتها حرجه، ويوزيكي محتاج فلوس علشان يعالجها. وبما ان فرقه شياطين القمر من فرق النخبه، فبالشكل ده يقدر ياخد علاج وادويه غير متاحه للعامه لو انضم لهم. بس غورين بيقول له في حالته دي ان نتائجه مش هتكون كويسه في الاختبار، ومش هيكون قادر انه يلمس سلاح ملعون حتى لانه بيتغذى على رغباته. فبيساله يوزيكي اذا كان يو هو اللي هيقدر على ده، فبيرد غورين وبيقول انه مش متاكد، ولكنه مدع شيطان لمره على الاقل، وكمان من الواضح ان هو بيهتم باصحابه. فبيتعصب يوزيكي وبيقول ان هو اقوى منه، فبيقول له غورين ان القوه مش كل حاجه واحسن له يروح يكون صحاب بدل ما هو بيعمل كل حاجه لوحده. بعدها بيخرج جزء من السيف بتاعه علشان يحسسه بالقوه الملعونه اللي فيه، وبيقول له ان لو الشيطان استحوذ عليه مش هيقدر يرجع مره ثانيه، وقله الصبر والغضب هم اكتر حاجه الشياطين بيحبوها. وفي حالته الحاليه رغبته هتسيطر عليه وهيكون شيطان حقيقي. فبيتصدم يوزيكي من القوه الملعونه اللي حواليهم ومش بيقدر يرد عليه تماما. والتاني يوم بيتجمع طلاب فريق اباده مصاصين الدماء علشان يستعدوا لاختبار استحقاق السلاح الملعون اللي هيكون بعد اسبوع من دلوقتي. بتظهر واحده من المعلمين وبتقول لهم ان هي هتقيم قوتهم في الاسبوع ده، ولو النتائج مش كويسه مش هيقدروا يشاركوا في الاختبار اللي جاي. بتطلب منهم ان هم يعملوا فريق من شخصين، وبسرعه بتتفق شينو ان هي تكون فريق مع يوشي، وبيضطر يدور على حد يعمل معاه فريق، ولكن مش بيلاقي حد غير يوزيكي. فبيضطر يعمل معاه فريق، وبعدها بتقيد المعلمه ايد كل اتنين في فريق بسلسله واحده علشان يشتغلوا كفريق مع بعض ويتعاونوا. بعدها بتخرج المعلمه دوما الملعونه بتاعه الجيش وبتخليهم يقتلوهم، ومن هنا بيبدا يوزيكي ويو الخناقه مع بعض وبيتخصم من فريقهم نقاط. لكن فجاه التدريب بيقف وبيتم استدعاء يوزيكي للمستشفى لان حاله اخته مراي بدات تسوء، ولكنه بيطلب منها ان هي تكمل التدريب ومفيش داعي ان هو يروح. فبيحاول يو يوقفه، ولكن يوزيكي بيقول له ملوش دعوه، فهو ما صدق يوصل للمرحله دي بالفعل. ولكن يو بيضربه وبيقول له ان لو عيلته ماتت مش هيقدر يشوفهم مره ثانيه، وبياخده وبيروح للمستشفى بعدها. ولحسن الحظ حاله اخته بتستقر، ولكن لو استمرت بالشكل ده هتموت في النهايه. فبيطلب يوزيكي من الدكتور ياخد باله من اخته لحد ما ينضم لفريق شياطين القمر، وبعدها بيمشي هو ويو وبيكلم يو في الوقت ده وبيقول له هو انت كنت بتعمل كل ده علشان اختك من البدايه؟ فبيرد عليه يوزيكي وبيقول
بيقول له ان بسببه تقييماته هتقل ومش هيقدر ينضم لفريق شياطين القمر ومش هينقذها. لكن يو بيقول له بلاش يفقد الامل بالسهوله دي، فهو هيحصل على اي حاجه هو عايزها سواء انضم للفريق او لا، وما ينفعش يفقد الامل في انقاذ عيلته. بيتعصب يوزوكي وبيقول له ان هو ما فقدش الامل، وبعدها بيشكر لانه ساعده يشوف اخته، وبيعتذر له لانه تقييماته هتقل بسبب ده. لكن يو بيقول له ما تقلقش انا هقيم نفسي. وفي الوقت ده بنشوف كورولا عامله اجتماع مع كل مصاصين الدماء وبتتكلم معاهم عن جيش الشياطين الامبراطوري، بتقول لهم عن مدى خطورتهم على جيش مصاصين الدماء، وبتقرر تبدا حرب للتخلص منهم. ولكن ميكا ما كانش بيفكر في حاجه وقتها غير انه ينقذ يو. في نفس الوقت بيعمل قائد جيش الشياطين الامبراطوري اجتماع علشان يبلغوه بالتقارير بتاعتهم، ولكن غورين بيحس بالملل في نص الاجتماع وبيقرر يسيبهم ويمشي، مش بيهتم باي حد من القاده او العقوبات اللي ممكن نتعرض لها. واول لما بيخرج بيقابل يو اللي بيحاول يهجم عليه ولكنه بيمسكه فورا، ما بيلحقش يلمسه حتى، وبيقول له انت حركاتك متوقعه. ولكن يو بيتعصب وبيقول له ان الموضوع مش مضحك، فهو اختفى لمده 10 ايام من غير ما يديله سلاح ملعون. فبيتكلم غورين معاه شويه عن رغبته في الانتقام من مصاصين الدماء، وبعدها بيقرر يتحرك من المكان قبل ما عيله هورغ تلاحظه. بيقول لليون انه هيديله سلاح ملعون وهيسمح له يقاتل في الصفوف الاماميه كمان، ولكن وقتها هتكون غلطته لو مات لانه ما كملش تدريبه. فبيفرح يو لان ده كان هدفه من زمان، ولكن فجاه في وسط فرحته غورين بيروح يهجم عليه وبيقول له بلاش تضرب رئيسك بعد كده يا غبي، وبعدها بيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح يقابل شين وبتبارك له لانه حصل على اذن التعاقد، ولكنه بيقول لها انه مش متاكد من كلام غورين، فبتطمنه بتقول له ان غورين بيحافظ دايما على وعده. بعدها بيروحوا للفصل وبتتوزع عليهم نتائج الامتحان اللي اخدوه، بتقول لهم المعلمه ان النتائج دي هتاثر على رتبه السلاح اللي هيستخدموه، عشان كده من الافضل ان هم يركزوا على تحسينها بعد كده. فبتروح شين تاخد ورقه يو بتحاول ترخم عليه، فبيحاول ياخدها منها ولكنه مش بيعرف، لحد ما في النهايه بتقع وبيعرف كل الفصل انه اخد 0 في الاختبار لانه كاتب بحروف مش مفهومه. فبيتعصب يو بيقول لشين تبطل الالعاب بتاعتها دي، فبتقول انها بتحاول تزود شهرته في الفصل بما انه مش عارف يتاقلم مع زمايله. لكنه بيتعصب وبيقول لها ان هو ما طلبش منها ده، وده غير ان مفيش اي حد محتاج صحاب علشان يقتل مصاصين الدماء. بيكون يو مصمم انه هيقدر يتعامل في الجيش من غير اصحاب، وبيستمر في الخناق معاها. فبيتدخل يوشي وبيقول للكل ان يو كان محبوس مع مصاصين الدماء وعشان كده مش كويس في الحروف الانجليزي. يوزكي بيتدخل وبيقول لليو انت غبي، فبيروح يقول له طب ما تورينا درجاتك كده يا حلو، وبيكتشف وقتها ان يوزكي جاب الدرجه النهائيه. بيستغل يوزكي الفرصه وبيستمر في التريقه عليه، وبيكون على وشك ان هم يتخانقوا، ولكن يوشي والمعلمه بيوقفوهم. بيوصل غورين عندهم وبيشوفهم وهم بيتخانقوا، ولكن يو بيوقف خناق وقتها وبيتكلم مع غورين وبيقول له مش انت قلت لي انك هتديني سلاح ولا ايه؟ وبيسال يوزكي عن سبب اختفائه لمده 10 ايام برضه، رغم ان هو وعدهم انه هيديهم الاسلحه. فبيسالهم باستهزاء اذا كانوا فاكرين ان هم يقدروا يتعاقدوا مع شيطان بالفعل، فبيردوا يبصقوا وبيقولوا انه يقدر طبعا، ولكن يوزكي لا. فبيتعصب يوزكي وبيتخانقوا مره ثانيه، والمره دي بيضربوا بعض جامد. واثناء الخناقه دي بيتكلم غورين مع المعلمه وبيسالها اذا شايفه ان هم يقدروا يقاوموا اغراء الشياطين بالشكل ده، فبتقول له ان هم اقوياء فعلا، وبتتكلم عن الباقيين وبتقول له ان المفاجاه ان يوشي عنده استقرار اكتر منهم. فبيقرر غورين ينشر الطاقه الملعونه بسيفه علشان يختبر مدى تحملهم، واول لما بيعمل كده بيفقد اغلب الطلاب الوعي، ومش بيفضل غير يو ويوشي وشين ويوزوكي وكم طالب تانيين. فبيوقف غورين الطاقه الملعونه وبيقول لهم ان اللي فضلوا صاحيين هيقدروا يعملوا مراسم التعاقد قريب لو اتمرنوا شويه كمان، اما اللي فضلوا واقفين مذهولين هيخلوهم يجربوا سلسله الشيطان الاسود زي السيف بتاعه كده. بعدها بيتكلم مع يو يوزكي وشين ويوشي وبياخدهم علشان يجربوا السلاح. فبتتكلم المعلمه معاه في الطريق وبتقول انها شايفه ان يوشي مش هيقدر يتقبل الشيطان، فبيقول لها غورين ده غباء لان من غير القوه مش هيقدروا ينجوا في العالم ده. وبعدها بيتكلم مع يوشي وبيساله اذا كان مستعد يخاطر بحياته علشان ينتقم لاخته ولا ناوي يرجع البيت علشان خايف. فبيحس يوشي بالتوتر، والتوتر ده بيزيد اكتر لما بيلاقي يو يوزكي بيقول له ان من الافضل انه يمشي لان المكان ده مش مناسب لحد لطيف زيه، ولكنه بيفتكر تضحيه اخته بيقرر يكمل ويبقى اقوى. فبياخدوا غورين علشان يكملوا الطريق. لما بيوصلوا لمكان الاختبار بيتكلم اصحابه معاه علشان ما يخافش، وبيقول له يوزكي ياخد باله برضه لانه ما كانش متحمل الطاقه بشكل كبير، وبيستغل يو الفرصه دي علشان يرخم عليه كالعاده. لكن غورين بيقول له بلاش تاخد راحتك قوي كده لان الشيطان اللي هتقابله المره دي هيكون مختلف عن التاني، ولو ما خدتش بالك ممكن يقتلك في لحظه. بيوصلوا بعدها للمكان اللي فيه اسلحه الملوك اللي من اعلى رتبه، والاسلحه دي زي سلاح غورين كده من سلاله الشيطان الاسود. اول لما بيوصلوا بيامرهم غورين يختاروا سلاح ويدخلوا حلقه التعاقد، وبيعرفهم ان اول ما يلمسوا السلاح هتبدا مراسم التعاقد على طول، وطالما مش هتخسر قصاد الشيطان يبقى هتكتسب قوه، ولكن لو خسرتوا هتتحولوا لشياطين اكله للبشر او قوتكم هتتحطم وتقتلكم، ولكن في الحالتين هتموتوا لان لو ما اتقتلتوش منها انا هقتلكم لو تحولتوا لشياطين. فبيتصدموا وبيحسوا بالتردد، ولكن يو الوحيد اللي بينطلق ناحيه السلاح من غير اي تردد، فهو كان عايز ينتقم لعيلته. بيتحرك الباقيين الاسلحه بتاعتهم، وبعدها بيخليهم غورين يسحبوا الاسلحه بعد كده، واول لما بيسحبوها بيدخل كل واحد فيهم لحلم له علاقه برغباته في الانتقام. كل حلم بيكون له علاقه بالرغبه اللي عايز يكون اقوى علشانها، ولكن بيحاول كل شيطان خاص بالسلاح اللي مسكون بيه بانه يسيطر على الرغبه دي علشان يستحوذ على صاحبه. بيلاحظ غورين ان يوزكي على وشك انه ينجح في الاختبار، وبعدها بيبص على يو الباقيين بقلق، وفي الوقت ده كان يو موجود في احلامه مع ميكا بيحاول يحسسه بالذنب للمره الثانيه، ولكن المره دي يو كان قادر يكشفه بالفعل لانه اتواصل مع شيطان قبل كده، وعشان كده بتظهر الشيطانه على حياتها المره دي وبتقول له بلاش يفتكر انه هيقدر يهزمها لانه اتعامل مع شيطان ضعيف قبل كده، فهي تقدر تلعب في قلبه زي ما هي عايزه. لكن يو بيتعصب وبيامرها ان هي تديله قوتها، فبتستغل الشيطان رغبه يو في الانتقام وبتقول ان هي مستعده تديله قوه غير محدوده زي ما هو
عايز، ولكن بشرط انه يكرس حياته كلها للانتقام. بعدها بتبدا تستخدم ميكا واصحابه علشان تضغط عليه، وبتخلي ميكا يحسسوا بالذنب لانه اكتسب اصحاب جديده غيرهم، وده غير انه الوحيد اللي فضل عايش ومقضي حياته. لكن يو بيقول لهم ان هم ما نساهمش، فبيستمر ميكا والباقيين في الضغط عليه علشان يتخلى عن اصحابه ويفضل معاهم بس لانهم عيلته الوحيده. بس يو بيصرخ علشان يوافق الكلام ده، بيقدر يتخلص من الحلم اللي بيحاول يسيطر عليه. وقتها بتظهر الشيطانه مره تانية وبتقول لليو ان اصراره وقوته دي عاجباها، وعشان كده هتديله قوتها، ولكن لو حست في اي لحظه ان اصراره قل هتستحوذ على جسمه من غير اي تردد. وبالفعل بيوافق يو وبيقول لها مفيش مشكله. فبتعرفه الشيطانه ان اسمها اشرا، وبتقول انه ممكن ينادي عليها في اي وقت يحتاجها. بتقول له ان في معلومه لحظتها وعايزه تقولها له، فهو مش بشري 100% وفي جواه 10% من جنس تاني، وبتساله اذا كان تعرض لتجارب سيئه من البشر. ما بيفهمش برضه هي تقصد ايه ومش بترد عليه، وبتكمل مراسم العقد وبعد كده بتختفي. بيرجع يو لوعيه مره تانية وبيكتشف ان يوزكي نجح في اخضاع السلاح بتاعه، ومش باقي غير يوشي اللي كان لسه فاقد الوعي. في الوقت ده كان يوشي بيتكلم مع الشيطان اللي استخدم جسم اخته، وكان الشيطان ده بيحاول ياثر عليه وبيقول انه مش شايف في قلبه اي رغبه قويه للانتقام، ومن الواضح كده انه بيخدع نفسه، فهو مبسوط ان هي انقذته بالفعل. ده غير ان هو بيكره الصراعات ومش عايز اصحابه وعيلته يموتوا، ومش عايز يقتل حد من الاساس. بيكمل وبيقولوا ان اكتر الاشخاص اللي بيكرههم هم الاشخاص اللي زيه، وعشان كده بيحاول يستحوذ عليه، وبيقولوا انه هينتقم بداله. بيهجم عليه وبيصيبه، ولكن يوشي مش بيحاول يقتله للدفاع عن نفسه حتى، وعشان كده بيرفض الشيطان يوشي يكون سيده تماما وبيستحوذ عليه بسهوله. في الوقت ده بيلاحظ غورين اللي حصل وبيامر يوزكي ان هم يتعاملوا معاه، وبيقول لهم ان دي مهمتهم الاولى بعد حصولهم على اسلحتهم. بس قبل ما يتحركوا ويستوعبوا الموقف بيهجم الشيطان على غورين، بس غورين بيقدر يصد هجومه. فبينطلق الشيطان الهجوم مره ثانيه، ولما شينو بتشوف قوته بتحاول تتدخل، ولكن غورين بيمنعها. فبينده يو عليه وبيساله يعني ايه يتعاملوا معاه، فيوشي صاحبهم في الاخر. لكن غورين بيقول ان ده الشيطان دلوقتي ولازم يقتله علشان يخلصوا من معاناته، ولكن يو بيرفض انه يقتل حد كان صاحبه. فبيتعصب غورين وبيقول ان دي مهمه فرقتهم، لو مش فاهمين ده فهم اكيد جايين يلعبوا مش اكتر، ولو عايزين يموتوا فدي حاجه ترجع لهم. ولكن يوشي مش هيرجع مره ثانيه، ولو عايزين يكونوا فخورين انهم جنود فهم لازم يعملوا اللي مطلوب منهم. فبيخرج يوزكي اسلحتهم وينطلقوا للهجوم على الشيطان، وبيحاول يحرر يوشي وبيهجم على السلاح اللي معاه. ولكن غورين بيقول له بطل غباء ويركز لان الشيطان جواه ومفيش حاجه جوه السلاح، لكنه مش بيسمع كلامه. بيستمر الشيطان في الهجوم عليه، فبيقف يو من غير ما يدافع حتى عن نفسه. بيقول له يلا اضرب لو عايز، ولكنك في النهايه مش هتقدر تقتل صديق، خصوصا لانك شفت عيلتك كلها بتموت قصادك زيي. بعدها بيرمي سلاحه بعيد علشان ياكد له انه مش هيقتله، وبيحاول يتكلم معاه. لكن يوزكي وشينو بيروحوا يحموه، وبيتعصب غورين وبيتكلم مع يوشي هو كمان علشان يفوق. وبالفعل بيتاثر يوشي بكلامهم وبيقدر يتغلب على سيطره الشيطان وبيفوق اخيرا. بيجري بعدها عند يو صاحبه وبيحضنه وبيعيط، فبيبتسم غورين لانه يو نجح، ولكن بيضربه بعدها بيقول له انت اخدت وقت طويل. فبتستغرب شينو وبتقول له هو انت كنت متوقع ده من البدايه، ولكنه بيحاول ينكر علشان ما يبينش ان هو مهتم. بيروح بعدها عند يوشي وبيقول له انت كنت حاسس بالذنب علشان موت اختك وفقدت رغبتك في الحياه بعد موتها، ولكن رجعت لك من تاني لما حسيت ان انت عايز تنقذ اصحابك، وعشان كده انسى موضوع الانتقام ده. وبيتكلم مع يو برضه بيقول له انت كمان انسى عيلتك القديمه وركز في عيلتك الجديده وخليك مستعد علشان تضحي بحياتك علشانهم. بيقول له ان الماضي مش مهم والمستقبل هو الاهم، ولكن يو بيفكر في ميكا ومش بيقدر يوافق على كلامه اللي بيقوله ده. بس غورين بيكمل كلامه وبيقول لهم استعدوا بقى للخروج لخط الجبهه بما انهم اخدوا اسلحتهم. بيعرفهم ان هم اكتشفوا مجموعه من مصاصين الدماء بيخططوا ان هم يستولوا على مدينه شينيجو مره ثانيه، وعشان كده هيفتشوا المنطقه بالكامل. وفي الوقت ده بنشوف مصاصين الدماء هم راكبين طياره وبيستعدوا للاستيلاء على المدينه بالفعل، وبنشوف ميكا معاهم كمان. هو من الواضح ان اللقاء المحتوم على وشك الاقتراب، فيا ترى هيكون رد فعل يو ايه لما يكتشف ان ميكا لسه عايش وبقى مصاص دماء. وبعد ما بيحصل يو اصحابه على الاسلحه بتاعتهم بيستلموا الزي بتاع الفريق كمان، وتاني يوم بيلبس يو الزي، ولما بينزل بيقابل شينو. فبتركب معاه القطار، وفي الطريق بتقولوا ان هي جايه تعرفوا ان مصاصين الدماء بيحاولوا يستولوا على مدينه شينيجو. فبيتحمس يو لانه هيقاتلهم اخيرا، ولكن شينو بتقول له بلاش يكون مهتم بسفك الدماء وبس، فهم محتاجين يركزوا على تقويه دفاعاتهم في مدينه شينيجو. ولكنه مش بيهتم بكلامها، فبتقول لو استمريت بالشكل ده احنا مش هننجو بره الجدران. بعدها بيوصلوا لعند مقر الجيش وبيعرفوهم ان هم من فرقه شياطين القمر من وحده اباده مصاصين الدماء، فبيستغربوا لما بيشوفوا ان هم مجرد اطفال وموجودين في فرقه من النخب. فبتسمعهم شينو بتحاول ترخم على يو، بتقول له ان هم بيقولوا عليه طفل، فبيقول لها لا ده بيقولوا عليك انت علشان قصيره. فبتقول له ان هي لسه هتكبر وفي يوم من الايام هتكون بقوه اسطوريه زي اختها ماهيرو. فبيستغرب يو بيسالها اذا كان عندها اخت، ولكنه بيعرف ان هي ميته، فبيحس بالحزن وبيعتذر لها وبيكمل الطريق، وبتقول له ان كل الناس فقدوا اشخاص مهمين ليهم في العالم ده. لما بيكملوا الطريق بيشوفوا بنت من الفرقه بتتكلم مع غورين وبتكون متعصبه، بس شينو بتتجاهلها. وبيكملوا الطريق وبيقابلوا يوزوكي. يوشي بيشوف البنت دي وهي بتقول لغورين ان هي معترضه على الفرقه، انهم فرقه مبتدئين بالفعل، ولكن الحاجه اللي كانت مضايقاها بجد ان هي اختارت شينو تكون القائده بتاعتهم مش هي. اول لما البنت اللي اسمها ميتسوبا دي بتشوف شينو بتخرج السلاح بتاعها للهجوم عليها، فبتخرج شينو هي كمان سلاحها، ولكن غورين بيضرب ايدهم وبيطير الاسلحه بتاعتهم بكل سهوله. بيمسكهم وبيهددهم ان هم هيدخلهم الحبس الانفرادي، فبيعتذروا على وقاحتهم. وبعد كده بيهدوا وبيتكلم غورين مع الكل وبيعرفهم ان ميتسوبا هتكون من ضمن الفريق بتاعهم، وده لان فرقه شياطين القمر بتتكون من 5 افراد دايما، ولو كانوا اقل من كده احتماليه موتهم هتزيد. بينبه عليهم ما يتخانقوش ابدا ولا يتصرفوا بانفراديه تحت اي ظروف، وبيحذر يو بالتحديد. واثناء ما يو بيرد عليه
ميتسوبا بتهجم عليه برجلها ولكنه بيوقفها بسرعه. فبتعجب ميتسوبا برده فعله وبتقول ان هي موافقه تدربه، ولكن غورين بيقول لها ان هي كده هتعمل مشاكل كتير بالشكل ده، وبيكمل كلام بعدها وبيقول لهم ان هم من دلوقتي عيله ولازم يخافوا على بعض ويساعدوا بعض كمان. بعدها بيعرفهم مهمتهم الاولى وبيقول لهم ان هم هيروحوا لهاريجاكو لان في هناك مستعمره لمصاصين الدماء وبيصطادوا البشر. بيعاملوا البشر هناك زي المواشي وبيامرهم ان هم يحرروهم وبعدها يروحوا لشينجو. بيسمعوا الاوامر وبيتحركوا بالفعل، وبيكون يوشي منبهر لانه ما خرجش من المكان ده من ساعه ما الجيش اخده، ولكن بيقول ان يوزوكي كانوا بيعملوا دوريات كحراس قبل فصل التعليم. فبتقول لهم ميتسوبا ان بلاش يتغروا لانهم قتلوا كام وحش من وحوش فرسان نهايه العالم اللي كانوا حوالين الجدران، فالوحوش دي قوتها بتزيد بشكل كبير بمجرد ما بيبعدوا 800 متر بس عن الجدران. بتقول لهم ان هم مش هيكونوا شبه اي حاجه قتلوها قبل كده واي غلطه ممكن تتسبب في موتهم. بعدها بتمنعهم من الكلام الكتير وبتحذرهم بلاش يبوظوا تشكيله المجموعه لو مش عايزين يموتوا. فبيستغرب تصرفاتها وبيسال شينو عن السبب، فبتقول ان ميتسوبا حاسه انها مسؤوله عن الحفاظ عن حياه المبتدئين. بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمحطه هاريكاجو وبيبداوا يدوروا على مستعمره مصاصين الدماء، بس فجاه بيسمعوا صوت بنت بتصوت وبيلاقوها بنت صغيره بتجري وجاي وراها وحوش من وحوش فرسان نهايه العالم. فبيحاول يتحرك علشان ينقذها ولكن ميتسوبا بتوقفه لانه هيبوظ تشكيله المجموعه، وبيفضلوا يراقبوا البنت لحد ما بيلاقوا الوحوش بيقربوا منها اكتر من غير ما يتحركوا. فبيتعصب وبيقرر ما يسمعش كلام ميتسوبا، ولكنها بتوقفه وبتقول ان ده فخ من مصاصين الدماء ولو اتحرك دلوقتي ممكن يموتوا كلهم. ولكن البنت الصغيره بتوصل لطريق مسدود وبتكون على وشك انها تموت، وعشان كده مش بيهتم بكلام ميتسوبا وبيقرر يكون الطعم في سبيل انقاذ البنت دي. بيقول لهم ان سيء من الحياه اللي مضطر يتخلى فيها عن الناس دايما، وبيسيب ميتسوبا ويجري ولكنها بتجري وراه. فبيحاول يوزوكي يتحرك لكن شينو بتخرج سلاحها وبتوقفه. بتقول له ياخد باله ان مصاصين الدماء جايين وبتعرفوا ان ده طعم لاستدراجهم. فبيوصل يو عند البنت وبينقذها في اخر لحظه، وفي الوقت ده بيخرج يوزوكي سلاحه وبيستعد للقتال. بيسال شينو ازاي ده طعم، فمن المعروف ان فرسان نهايه العالم من غير اراده، فليه هيطيعوا مصاصين الدماء؟ فبتقول ان هم مش بيطيعوهم ولكن الوحوش دي بتهجم على البشر، وبكده بتساعد مصاصين الدماء بشكل غير مباشر. في الوقت ده البنت بتهرب من الوحوش وبتروح ميتسوبا تساعد يو في التخلص من الوحوش، واول لما بتخلصوا منهم بيظهر مصاصين الدماء زي ما توقعت بالظبط. بينطلقوا للهجوم على يو ميتسوبا، فبتبعد ميتسوبا وبتقول لليو يبعد هو كمان، ولكنه بيستمر في القتال لحد ما بيكون على وشك الاصابه. بيبدا يستخدم قوه الشيطان بتاعه وبيبعد مصاصين الدماء عنه باستخدامها، ولكن في الوقت ده بيظهر وحش من وراه مش بياخد باله منه. ولكن لحسن الحظ يوسوكي بيروح يساعده هو يوشي وميتسوبا، ولما مصاصين الدماء بيشوفوا قوتهم بيعرفوا ان هم وحده اباده مصاصين الدماء وبيقرروا يطلبوا الدعم للقبض عليهم. فبيروح يو قاتلهم، ولكن ميتسوبا بتوقفه وبتقول ان هم هيتراجعوا، ولكن يو بيرفض التراجع ومش بيوافق غير لما شينو بتقنعه ان هم منظمه تابعه للاعداء وممكن توصل لهم تعزيزات في اي وقت. فبيتراجعوا بعدها للمقر، وبتتعصب ميتسوبا على يو لانه عرض الفرقه للخطر، وبتقول ان هم كانوا محظوظين لان مصاصين الدماء كان معاهم اسلحه من الدرجه الثانيه وبس. بالفعل مش بينكر يو ان هو غلطان، ولكن بيقول لها انه مش ندمان على اللي عمله لانه انقذ البنت في النهايه، وبيقول لها انه مستعد يتحمل اي عقوبه هي تحبها. فبتقول له ان هي بتكره الاشخاص اللي زيه لانهم بيسببوا اباده الفريق بالكامل. واثناء كلامهم بتروح البنت الصغيره تشكر يو، فبيقول لها ان ده واجبهم، وبتتحول ميتسوبا وقتها بتتكلم مع البنت بلطف وبتقول لها ان الجيش هياخد باله منها دلوقتي. لكن بعدها بتبص ليو بغضب مره ثانيه وبتقول ان هي لسه بتكرهه برضه، وبعدها بتسيبه وبتمشي. فبتتكلم شينو مع يو بتقول له ان ميتسوبا عندها ماضي مؤلم ومن الافضل انه يعملها كويس، ولكن مش بتقدر تعرفه ايه الماضي ده وبتسيبه وبتروح عند ميتسوبا. فبتتكلم ميتسوبا معاه وبتقول لها ان هي بتكره يو جدا، فبتسالها شينو اذا كانت بتكرهه لانه بيفكر بنفس تفكيرها زمان، فبتسكت ميتسوبا وبتفتكر الماضي. افتكرت لما انضمت للفريق لاول مره وتصرفت بتهور زي يو علشان تنقذ زمايلها، ولكن في النهايه عرضت نفسها للخطر واضطر القائد بتاع الفريق انه يضحي بنفسه علشان ينقذها. فبتحاول شينو تخفف عليها وبتقول لها ان ما كانش في ايدها تعمل اي حاجه والفريق ما ماتش لانها بوظت التشكيل. في الوقت ده كان يو الباقي مع البنت الصغيره، فبيروح يوزوكي يديلها عصير وبيسالها اذا كانت تقدر تديله معلومات عن مخبأ مصاصين الدماء اللي كانت محجوزه فيه. بالفعل بتوافق البنت وبتقول لهم ان المخبأ في محطه اسمها تيسينادو، فبينطلقوا لهناك، وفي الطريق بيسال يوزوكي هيعملوا ايه مع البشر المأسورين عندهم. فبتقول له ان هي هتتجاهلهم لان مفيش مساحه للقلق على الباقيين، ولكن يو بتبص لها باعتراض فبتقول له يرجع لو مش عاجبه الكلام، ولكنه بيقول لها انه مش معترض طالما هيقتل مصاصين الدماء، بس بيتصدم لان ميتسوبا بتقول له ان هم هيتراجعوا برضه لو مصاصين الدماء صحيين او مسلحين. بعدها بيوصلوا للمحطه، وقبل ما ينزلوا بتاكد ميتسوبا عليهم ما يتصرفوش بعشوائيه ويا ريت يحاولوا يقتلوا مصاصين الدماء من غير ما يتصابوا. بيتحركوا بعدها وهم بيتفقوا على الخطه بتاعتهم، فهم محتاجين يفاجئوا مصاصين الدماء ويهجموا عليهم وهم نايمين، لان حسب كلام البنت الصغيره دي فمصاصين الدماء اكتر منهم ب7 اشخاص. بالفعل بيتحركوا بحذر لحد ما بيوصلوا عند اول مصاص دماء، وللمره الثانيه بيندفع يو للهجوم عليه فورا رغم كلام ميتسوبا معاه. فبتتعصب ميتسوبا عليه ولكنه بيقول لها انه عمل احتياطاته ولاحظ ان العدو معه السلاح وعشان كده هجم عليه وتخلص منه في ثواني. بس وهم بيتكلموا بيظهر مصاص دماء تاني فجاه وبيحاول الهجوم عليهم، ولكن يو بيبعد ميتسوبا بسرعه وبيصد هجومه، بعدها بيهجم
عليه وبيتخلص منه بضربه واحده. بيكونوا كلهم متفاجئين من قوه يو. بتقول شينو لميتسوبا ان يو يعتبر المفضل عند غورين هو ويوزكي، وعشان كده كانت عايزاها تدربهم، ولكن ميتسوبا بتحاول تسيطر على صدمتها وبتكمل الطريق معاهم. بيوصلوا بعدها عند باقي مصاصين الدماء، ولكن قبل ما يهجموا عليهم بيخرج مجموعه ثانيه من مصاصين الدماء وبيروح واحد منهم يمسك ميتسوبا. بيكتشفوا ان البنت الصغيره خدعتهم، وبتعرف ان مصاصين الدماء استخدموا البنت دي واجبرها تخدعهم لانهم واخدين اهلها كرهينه. فبتتصدم ميتسوبا، بتطلب من فريقها ان هم يتراجعوا فورا، ولكن يو بيقول لها انه قال لها قبل كده انه مش هيتخلى عن صديق. وفي ثواني بينطلق بعدها لقتال مصاصين الدماء هو واصحابه، وبيقدر ينقذ ميتسوبا ويتخلص من مصاص الدماء اللي كان ماسكها. بعدها بيصرخ في مصاصين الدماء وبيقول لهم ان البشر عندهم استعداد يعملوا اي حاجه لانقاذ اصحابهم وعائلتهم، وبسبب الكلام ده بيتحمس باقي الفريق وبيستعدوا كلهم للتخلص من باقي مصاصين الدماء، وفي النهايه بيقدروا يتخلصوا منهم بالفعل، على الرغم من ان مصاصين الدماء كانوا مسلحين وعددهم اكبر منهم بكتير. وبالشكل ده بينقذوا كل البشر المأسورين ومن ضمنهم اصحاب عائله البنت الصغيره، وبعدها بيخرجوا من المحطه. فبتجري البنت على يو اول لما بتشوفه بتعتذر له وبتكون حاسه بالذنب، لكنه بيطمنها بيقول لها ان مفيش داعي للاعتذار، فهي اتصرفت صح لانها كانت بتحاول تحمي اصحابها وعائلتها. فبتتفاجئ ميتسوبا لما بتشوفه بيتعامل بالشكل ده، وبتسال شينو هو اللي بيعمل كده. فبتقول لها شينو انه كان اسير في مدينه مصاصين الدماء لما كان طفل، ولكن في يوم من الايام اضطر يتخلى عن عيلته وهرب لوحده. فبتروح ميتسوبا تتكلم معاه وبتساله اذا كان الكلام ده صح، ولكنه بيتفاجئ من سؤالها وبيقول لها ان دي حاجه ما تخصهاش وبيسيبها وبيمشي. لكنها بتوقفه وبتقول له حتى لو مش من حقها تقول له كده، ولكنها شايفه ان هو ما عملش اي حاجه غلط. فبيقول لها يمكن ده حقيقي، ولكني سبت عيلته وهربت علشان انجو بحياتي ومفيش حاجه هتغير الحياه دي. وبعدها بيسيبها وبيكون لسه هيمشي، لكنها بتوقفه للمره الثانيه وبتشكره. بتكون مكسوفه وبتمشي وبتقول له انها بتكرهه بسبب احراجها. فبيتصدم الواد يا عيني وما بيكونش عارف هو عمل ايه المره دي. بعد ما بيخلصوا مهمتهم في المحطه بيجي وقت ان هم يتحركوا على مدينه شينوجو، وعشان كده بيروح يوزوجي يدور على عربيه من العربيات القديمه وبيحاول يشغلها. بيجمع الاسلاكه على بعض علشان يسوقها ويتحرك بيها. فبيتفاجئ يو بيكون متحمس لانه ما ركبش عربيه من ساعه ما كان صغير، لان مدينه مصاصين الدماء ما كانش فيها عربيات. وحماسه ده بيزيد لما العربيه بتشتغل بالفعل، وبيسال يوزوكي ازاي يقدر يسوقها. فبيتفاجئ يوزوكي وبيقول له انت ما بتعرفش تسوق مش كده؟ فبيرد يو بيقول له ايوه يعني بعرف اسوق بس بسيط كده. فبيقرر يوزوكي يديله درس صغير في السواقه. فبيزيد حماس يو بيروح يركب العربيه معاه بسرعه، واثناء ده كانت ميتسوبا قاعده بتاكل مع شينو. بعد شويه بيجي يوزوكي عندهم وبيسيب يو يسوق لوحده، ولكن في نفس اللحظه بيخبط في عمود نور وبيصدمهم كلهم. بيكمل في سواقته المتهوره وبيحاول يقنع يوزوكي ان هو هيوصلهم لشينوجو، ولكن يوزوكي بيتخانق معاه. فبتروح شينو علشان تحل الخلاف ما بينهم. بتقول لهم ان هي تسوق العربيه بدلهم، ولكنها مش بتقدر تسوق بسبب اسرها، وكالعاده بيتنمر يوزوكي عليها، ولكنهم بيندموا بعد ما شينو بتدي لهم العلقه تمام. فبيقرروا ما يتنمروش على اسرها مره ثانيه، وبيسوق يوزوكي في النهايه وبينطلقوا في طريقهم لحد ما بيقربوا من شينوجو. لكن اول لما بيقربوا بيتصدموا من الدخان اللي بيشوفوه، وفجاه بيشوفوا مصاص دماء قصادهم، وبيكون يوزوكي لسه يقف في العربيه، ولكن يو بيفتكر ان واحد من النبلاء اللي كانوا في المدينه بيخليه يكمل باقصى سرعته علشان يخبطوا، بس بينزلوا من العربيه قبلها. ولكن مصاص الدماء ده بيوقف العربيه بايديه بكل سهوله وبيرميها ناحيتهم وبتنفجر. بيحاول يوشي يهجم عليه، ولكن بيفاجئوا مصاص الدماء ده وبيردوا له الهجوم مره ثانيه، ولحسن الحظ ان باقي الفريق بينقذوا. فبتحاول شينو تتكلم معاهم وتحذرهم من مصاص الدماء واللي اسمه كروالي بالمناسبه، ولكن فجاه كروالي بيظهر من وراهم وبيهجم عليهم، بس بيوصل في اخر لحظه وبيصد هجومه وبيطير السلاح من ايده. فبيعجب كروالي بقوه يو، بيساله هو مين، ولكن يو بيتجاهل سؤاله وبيروح مع باقي الفريق بتاعه علشان يتعاملوا على حسب التشكيل. بتوصل بنتين مصاصين دماء في الوقت ده والوضع بيسوء اكتر، ورغم انه افضل حل هو التراجع، ولكن حتى التراجع مش هيكون سهل مع وجود 3 مصاصين دماء بالقوه دي. وعشان كده بتقول لهم شينو ان هم هيقاتلوا بكل قوتهم. واثناء ده بيتكلم البنتين مع كرول وبيسالوه عن سبب وجوده هنا، وبيعرفوه ان فريد مستنيه على خط الجبهه. فبيقرر كرول يمشي ويروح له، وبيقول لليون انه هيسيبه المره دي، ولكن المره الجايه مش هيسيبه غير لما يمتص دمه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. فبيتعصب يقول ان في فرق كبير في القوه ما بينهم رغم ان معاه سلاح ملعون. فبتقول له شينو انه ممكن يقلل الفجوه بينهم لو اتعلم اللعنات، ولكن حتى لو زود قوته لازم يشتغلوا كفريق. ورغم ان هم كانوا عايزين يرجعوا للمدينه بتاعتهم واللي هي شيبويا، ولكن لو اتخلوا عن شينوجو هيجي الدور على شيبويا بعدها، وعشان كده لازم يكملوا. بتبدا المعركه ما بين مصاصين الدماء وجيش الشياطين الامبراطوري، وبيستخدم مصاصين الدماء الطائرات علشان يستولوا على مدينه شينوجو، وبيقدروا يدخلوا بالفعل وبيهجموا بكل قوتهم. في الوقت ده بيوصل يو فريقه بيتصدموا من اللي حصل، وبيستوعبوا ان هم داخلين على حرب، وكمان بيتفاجئوا لان مصاصين الدماء معاهم اسلحه مسحوره واللي تعتبر نسخه مبسطه من الاسلحه الملعونه اللي معاهم. واثناء ما كانوا واقفين بيستوعبوا اللي حصل بيهجم مصاصين الدماء عليهم بكل قوتهم. فبيتحركوا وبيبداوا القتال وبيتخلصوا من المجموعه اللي هجمت عليهم. بيروح العريف ناجي مع واحده من امن شينوجو وبيشكرهم على مساعدتهم، وبيحس بالامل لما بيعرف ان هم فرقه شياطين القمر. بيعرفهم ان مصاصين الدماء اخترقوا الدفاع الغربي وحاليا وضعهم مش كويس، وعشان كده بياخدهم وبيتحرك بيهم لهناك. في الوقت ده بنشوف غورين هناك وبيراقب الوضع وبيدور على القائد بتاعهم، وبيكتشف ان هو فريد. واثناء ده بيوصل باقي فرقته واللي بيكونوا عباره عن 3 بنات وولد. فبيتكلم غورين مع واحده من البنات واللي اسمها شيغري وبيسالها عن وضع يو. بيتفاجئ لما بيكتشف ان هم انضموا للحرب في شينوجو بالفعل، ولكن بيكون مبسوط لان ساحه المعركه تعتبر احسن حل لزياده قوتهم. بعدها بيتحرك علشان يتخلص من فريد، وفي الوقت ده كان فريد موجود مع ميكا وكان بيحاول يقنعه يبدا شرب الدم ويستغل البشر الميتين بالفعل، لانه مش هيقدر يشرب دمهم في المدينه
بتاعتهم. فبيقول ميكا انه اخترق القواعد وشرب دم قبل كده زمان، ولكن فريد بيقول ان هو اللي جه وطلب منه يشربه وبعد ما سرقوا منه الخريطه والمسدس بتوعه. فبيقول له ميكا ان ما كنتش اعرف ان انا هبقى عباره عن دميه عندك، ده حتى انت قتلت عيلتي عشان تستمتع وبس. فبيبتسم فريد بخبث وبيقول له هو انت لسه متضايق من الماضي ولا ايه؟ ده انت حتى بقيت مصاص دماء زينا. لكن ميكا بيقول له لا انا متضايق من نفسي علشان ما كانش عندي قوه لحمايتهم. فبيساله اذا كان هيحمي اخر واحد من عيلته، وكان بيتكلم عن يو، ولكن ميكا بيتجاهله وبيمشي. فبيكمل فريد كلامه بيقول له انه لو ما شربش دم بشري دلوقتي هتحصل له مشاكل كتير. فبيفتكر ميكا الماضي واول لما تحول مصاص دماء وكان الكرول بتحاول تجبره يشرب دم واحد من عيلته، وبتقول انه لو فضل يقاوم هيتحول لشيطان قبيح. لكنه بيرفض تماما وبيقول لها انه مش هيبقى واحد منهم رغم انه كان بيعاني بشده. فبتملى كوبايه من دمها وبتقول له ان هي تسمح له يشربه علشان يفضل عايش، ورغم ان هو بيرفض وبيكسر الكوبايه ولكن مش بيقدر يقاوم رغبته في النهايه وبيضطر يمص دمها. فبتفرح كرول وبتقول له انه دلوقتي بقى كلبها الاليف. بيرجع ميكا للحاضر مره تانية وبيخرج ازازه من دم كرول وبيشربها، وبيكون بقى معاه 10 ازاز كمان، وبيكون مخطط بالشكل ده انه محتاج يلاقي يو قبل 10 ايام من دلوقتي. في الوقت ده كان يو واصحابه في طريقهم للمنطقه الغربيه مع ناجي، وفي الطريق بتتكلم شينو معاه بتعرفهم ان هي هتبدا تدريبهم علشان تزود قوتهم لان قوته دي مش كفايه للحرب. بعدها بتخرج حبه زو بتقول لهم ان الحبه دي بتزود قوتهم، لو اخدوا واحده منها قوتهم هتزيد مره ونص، ولو اخدوا 2 قوتهم هتزيد 180%. فبيتحمس يو بيكون عايز ياخد 10 منها، ولكن شينو بتحذره لانهم لو اخدوا 3 حبات اعضائهم هتنفجر، وحتى لو اخدوا 2 بس هيعانوا من تلف بالغ وممكن يموتوا، وعشان كده المفروض ياخدوا حبه واحده بس ومفعولها بيمتد ل 15 دقيقه، وبمجرد ما مفعولها يخلص هيكونوا ضعفاء تماما. بعدها بتوزع على كل واحد فيهم مجموعه حبوب وبتقول لهم كمان ان مفعول الحبه بيبدا بعد 10 ثواني. فبيسالها يو اذا يقدر يستخرج كل طاقه سلاحه الملعون لو خدها، لكنها بتقول ان الموضوع مش بالبساطه دي، فهم محتاجين يدرسوا ويتدربوا لاتقان القوى الملعونه، ولكن مفيش وقت للكلام ده لان الحرب بدات بالفعل. وفجاه وهم ماشيين بتهجم طياره من طيارات مصاصين الدماء عليهم وبتقلب العربيه اللي كانوا راكبينها، فبيخرجوا كلهم منها ومش بيتبقى غير العريف اللي بيكون فاقد الوعي. فبيضطر يو يروح ينقذه هو وشينو، ولكن الطياره بتبدا في الهجوم عليهم، بس يوزيكو وميتسوبا بيروحوا يحموهم بسرعه. بيهجم يوشي على الطياره وبيفجرها، ولكن بينطلق صاروخ منها قبل ما تنفجر وبيفجر الارض من حواليهم. فبينزلوا كلهم تحت الانفاق، ولحسن الحظ محدش فيهم بيموت، ولكن بيتفرقوا عن بعض وبيكون يو مع شينو والعريف، اما يوزيكو والباقيين مع بعض. ورغم ان هم قريبين من بعض ولكن مش بيقدروا يتقابلوا بسبب الارض المتدمره، وعشان كده بيكملوا في طرق منفصله وبيتفقوا يتقابلوا عند خط الدفاع. في الوقت ده بنشوف غريم مع فرقته هم بيقاتلوا مصاصين الدماء، وفجاه بيقابل ميكا وهنا يبدا الجنون. قبل ما غورين يتحرك ناحيه ميكا للهجوم بيوصل فريد وبيتفاجئ لما بيشوف ان افضل فرقه عند البشر بتقاتلهم، وعشان كده بيجيب فرقته هو كمان علشان يبداوا القتال. ومن هنا بتبدا المعركه ما بين اقوى فرقتين من البشر ومصاصين الدماء. وفي الوقت ده بيخرج يو وشينو من الانفاق وبيوصلوا للعريف عند الاسعاف علشان يتعالج، وبيعرفوا من هناك ان غورين بعت لهم اوامر هم وباقي الفرق علشان يروحوا يساعدوه في قتال القوات الرئيسيه لمصاصين الدماء. فبيتحمس يو لانه لو اتغلبوا عليهم هيقدروا يفوزوا بالشكل ده، ولكن فجاه هم ماشيين بيسمعوا صوت 2 من القاده بيتخانقوا، واثناء الخناقه دي بيقول واحد فيهم ان كل فرقتهم على الحدود اتدمرت ومفيش هنا غير 3 اطفال وبس ومحتاجين اي فريق لدعمهم. فبيروح يو يسالهم اذا كان ال3 دول ولدين وبنت، وبعدها بيقول لهم ان هم هيروحوا يساعدوهم بنفسهم، بس شينو بتحاول تهديه وبتقول له ان هم مش متاكدين اذا كانت دي فرقته، وكمان اولوياتهم هي دعم العقيد جورين، فحتى العقيد هيعاني اثناء القتال ومفيش غيرهم اللي هيقدروا يدعموه حاليا. لكنه مش بيهتم بكلامها وبيكمل طريقه ناحيه ميتسوبا والباقيين. وفي الوقت ده كان جورين بيقاتل مصاصين الدماء وكان بيعاني بسبب عددهم الضخم، ولكن بيقرر يسيب فريق ويتعامل معاهم وبينطلق علشان يتخلص من فريد بما انه القائد. وفي نفس الوقت ده بيتكلم فريد مع ميكا وبيقول له ان هم هيتعاملوا مع غيرين هم الاثنين، ولكن ميكا بيخرج سلاحه وبيقول انه هيقدر يتخلص منه لوحده. وعلى الجانب الاخر بنشوف يوزيكو ويوشي وميتسوبا وهم بيقاتلوا مجموعه من مصاصين الدماء لوحدهم، وكانوا بيعانوا بسبب فرق العدد والقوه، حتى ان يوزيكي كان على وشك الاصابه ولكن يو بيوصل في اللحظه الاخيره وبينقذه، بس بيتفاجئ بعدها لما بيكتشف ان ده اخر مصاص دماء لان اصحابه قضوا على الباقيين بالفعل. فبيتكلم يوزيكي معاه وبيساله عن سبب وجودهم هنا، فالمفروض ان هم يتحركوا لخط الدفاع. بيلوموا كمان لانه ما كانش واثق فيهم وكان فاكر ان هم هيموتوا بسهوله، فبيعتذر يو عن اللي عمله، لكن بيقول لهم ان ده لو اتكرر تاني هيروح لهم برضه في كل مره لانه ملوش علاقه بالثقه. كالعاده بيرخم يوزيكي عليه شويه بيقول له ان الواضح ان هو غبي، وبعدها بيتحركوا كلهم لخط الدفاع علشان يخلصوا على باقي مصاصين الدماء. في الوقت ده كانت المعركه مستمره عند خط الدفاع، وكان ميكا بيقاتل غورين. بيستخدم غورين في الوقت ده تعويذه انفجار للتخلص منه، ولكن ميكا بيقدر يتفاداها وبيقول له ان التعويذه بطيئه بالشكل ده مش هتنفع قصاد مصاص دماء زي، ولكن ده بيكون فخ من غورين وفريقه. وفجاه بيلاقي نفسه واقف وسط تعويذ ثانيه، ورغم انه بيتفاداها الا ان باقي الفريق بيستمر في الهجوم عليه لحد ما بيفقد تركيزه وبيهجم عليه غورين فجاه بهجوم قاتل. لحسن الحظ بيوصل فريد في اخر لحظه وبيصد الهجوم وبيضرب غورين كمان، ومن قوه الضربه بيتصاب غورين بشده وبيطير لمسافه بعيده. بيقف فريد وبيتكلم مع ميكا وبيحاول يقنعه بطلب مساعدته، ولكن ميكا بيرفض وبيفضل متمسك بغروره. وفي الوقت ده بيبص غورين للساعه وبيكتشف ان مفعول الحبه قرب يخلص، وبيقول ان من الواضح انه هيضطر ياخد حبه مره كمان، ولكن فريقه بيحاول يوقفه لانه بالشكل ده ممكن يموت، ولكنه بيقول لهم ان هم هيموتوا لو ما كسبوش برضه. بس قبل ما ياخد الحبه بيطلب من ميكا يديله 20 ثانيه لحد ما المفعول يبدا، ولكن ميكا مش بيسيب له فرصه وبيهجم عليه فورا. في الوقت ده بيوصل هو وباقي الفريق عندهم وبياخدوا الحبه قبل ما يبداوا القتال، فبيقرر ميكا يتخلص من غورين قبل ما يتعامل معاهم وبيطعنوا بالسيف. بيتعصب يو بشده وبينطلق بكل قوته للهجوم على ميكا، وبالفعل
وبالفعل بيقدر يصيبه، ولكن هنا بتكون الصدمه لما بيكتشف ان هو ضرب صديق طفولته. بيفضل يو وميكا باصين لبعض بصدمه لحد ما غورين بيصرخ في يو علشان يفعل التعويذه ويقتله، ولكن يو بيكون متردد فبيمسك غورين سيفه وبيضرب بيه ميكا اللي بيطيره لبعيد من قوه الضربه. بيروح غورين بعدها ليو بيضربه لانه تردد وبيقول له ركز لان دي ساحه المعركه، وحتى متسوبه بتوصل عنده وبتتعصب وبتساله هي والباقيين ليه ما قتلهوش، فبيقول لهم ان ميكا فرد من عيلته القديمه، وبعدها بيبدا يعيط وبيسال ميكا اذا كان هو اللي يعرفه، وبالفعل بيتاكد بنفسه ان هو. فبيتدخل فريد وقتها وبيقول لميكا ان غالبا البشر بيستغلوا يو، فبيقول له ميكا انه هينقذه منهم، ولكن فريد بيقول له حتى لو اخدته منهم فهيفضل بشري ومستحيل البشر ومصاصين الدماء يكونوا اصحاب. بيقول له ان ممكن يحولوا المصاص دماء زي ما كرول حولته زمان، فبيتعصب ميكا وقتها وبيهدده بالقتل لو لمس يو. فريد بيقول انا كنت بهزر وبيتفق معايا يتعامل مع باقي البشر لحد ما يروح ينقذ يو، وكان ميكا مقتنع ان البشر بيستغلوا يو طيبته علشان يرضوا طمعهم. ومن الواضح ان ميكا اتقلب ضد البشر تماما، بس تفتكروا في سر ورا ده ولا دي نتيجه ان هو اتحول لمصاص دماء؟ خلونا نكمل علشان نعرف. وفي وسط الاحداث المشتعله دي بيوصل كراولي كمان هو والبنتين، وبالشكل ده الوضع البشر بيسوء اكتر واكثر. بيامرهم غورين بالانسحاب، ولكن يو بينهار وقتها وبيقول له ان ميكا واحد من عيلته ومش هينفع يسيبه معاهم، فبيقول له غورين ان كلهم هيموتوا بالشكل ده، فبيضطر يو يسمع كلامه وبيبداوا ينسحبوا، ولكن فريد بيروح علشان يمنعهم. بس اول لما بيقرب من يو بيفقد يو اعصابه وبيحاول يهجم عليه، لكن فريد بيتفادى كل هجماته، فبيقرر غورين يتدخل وبيهجم على فريد هو، ولكن فريد بيضربه ضربه بيطيره بها بعيد ومش بيقدر غورين انه يتحرك. فبيحاول باقي الفريق ان هم ينقذوه، لكن فريق فريد بيتدخل في الوقت ده وبيمنعوهم، وبتبدا المعركه ما بينهم. بيهجم فريد مره تانية على غورين فبيحاول يو يمنعه وبيهجم عليه، ولكن فجاه فريد بيتحرك وبيقف في رف لمح البصر وبيكون على وشك ان هو يمص دمه، بس ميكا بيتدخل في الوقت ده وبيقطع ايده. فبيقرر فريد يمشي وبيقول له انه كان بيهزر بس، وبيروح ميكا يتكلم مع يو بيطلب منه يهرب معاه، ولكن يو بيتصدم ومش بيفهم قصده ايه بالهروب. بيساله عن سبب وجوده مع مصاصين الدماء، ولكن ميكا مش بيرد عليه وبيشيله وبيمشي. فبيحاول يو يتكلم معاه وهو ماشي وبيساله عن سبب تصرفاته دي، فبيقول له ميكا ان البشر هيستغلوه لو فضل معاهم، فبيبعد يو عنه وبيقول له بصدمه هو انت ما بقتش بشري ولا ايه؟ بيساله بحزن هو ده بسبب هروبه، ولكن ميكا بيقول له ان دي مش غلطته وبيحاول يقنعه يروح معاه. بس يو مش بيستوعب كل اللي بيحصل، وكمان بيشوف مصاصين الدماء هم بيهجموا علشانه وباقي اصحابه، وللاسف اصحابه ما بيكونوش عارفين يقاوموا. فبيحاول يو ينقذهم، ولكن ميكا بيمنعه بيفضل ماسكه بيقول له انه مش هيسيبهم يروح لهم مره تانية لانهم بيستغلوه. فبيتغلب مصاصين الدماء على اصحابه في الوقت ده وبيبداوا يمصوا في دمهم، وساعتها بيفقد يو اعصابه وبيضرب ميكا علشان يروح ينقذهم، لكن شنو بتطلب منه يهرب، بس كراولي بيمنعها من الكلام وبيبدا يمص دمها هي كمان. فبينهار يو لما بيشوف اللي بيحصل، وفجاه عيونه بتتغير وكأن في حد بيسيطر عليه وبينزل من عيونه دم. وفي الوقت ده بيتكلم يو مع اشرة اللي هي الشيطانه بتاعه السيف بتاعه، بيسالها اذا كانت هي اللي بتسيطر عليه، ولكنها بتقول انه ده مش حقيقي، وكمان بتقول ان المشكله ان عمرها ما فكرت انها تخاف من وحش موجود جوه بشري. بتنصحه يستسلم زي ما ميكا قال له، والا هيفقد السيطره على نفسه مش هيبقى بشري بعد كده، ولكن بعدها بتقول له ان الوقت خلاص فات والجزء الغير بشري اللي فيه خلاه يفقد السيطره بالفعل. في نفس اللحظه دي بيفقد يو السيطره على نفسه فعلا، وبيبدا يتحول وبيخرج من ظهره ظل اسود غريب، واول لما غورين بيشوفه بيكون فرحان وبيقول اخيرا بدا. ليه كده يا عم غورين؟ ده انا قلت انت الوحيد اللي مش هتقدر تخونه. المهم لما بيتحول بيبدا يدمر المكان اللي حواليه، وبعدها بيروح يهجم على كراولي وبيحاول يعمل حلقه من الطاقه الملعونه وبيدمر بيها المكان من حواليه، لكن كراولي بيتفادى الهجوم وبيروح يتكلم مع فريد وبيسال غورين عن اللي بيحصل، لكن غورين مش بيرد. فبيقول له فريد ان اكيد الشيء المفضل عند البشر هو التجربه على البشر اللي زيهم، لكن المشكله انهم هيفقدوا السيطره عليه في النهايه ويعرضوا نفسهم للمشاكل. وفي نفس اللحظه دي بيتحرك يو ناحيه شينو وهو ماسك سيفه وبيقول انا لازم ابيد الكل. بتتصدم شينو من اللي بيحصل ومش بتتحرك، ولكن غورين بيقول لها تعمل اي حاجه لان يو ممكن يرجع تاني لعقله، فبتحاول تقاوم ولكن مش بتقدر، وبيكون يو على وشك طعنها بالسيف. ولكن في اللحظه الاخيره بياخد ميكا بدلها الضربه وبيقول له ليون مش هيسيبه يقتل البشر، بس المشكله ان ميكا مش بيقدر يعالج اصابته بسبب الطاقه الملعونه، وبيستمر يو في غرز السيف جواه وبيحاول يوصل لشينو. فبيصرخ غورين في شينو علشان تتصرف قبل ما الكل يموت، فبتروح تحضن يو بتحاول توقفه، وبالفعل بيبدا يقاوم الشيء ده وبيرجع لطبيعته ولكن بيفقد الوعي. فبيتعصب ميكا وبيلعن البشر لانهم السبب في كل ده، ولكن غورين كان مبسوط وبيقول ان دي ورقتهم الرابحه، وبيقول له كمان ان هم كانوا بيمطلوا علشان يوفروا وقت ليه. في نفس الثانيه بيهجم واحد من فرقته على فريد من بعيد، ولكن فريد بيتفادى الهجوم، بس فجاه بيظهر مجموعه من افراد الجيش وبنعرف ان هم من عائله هيراجي، بيقدروا يهجموا على مصاصين الدماء ويقبضوا على النبلاء اللي فيهم، وبالفعل بينجحوا ويقبضوا على شويه منهم، وبعدها بيرجعوا كلهم لمدينه شيوبا. بتروح شينو علشان تقابل غورين وتفهم منه اللي بيحصل، فبتكتشف ان هو موجود في مختبر للتجارب، وبتعرف ان هم بيستغلوا مصاصين الدماء اللي بيقبضوا عليهم وبيسحبوا دمهم ويعملوا من خلاله التجارب دي. وللاسف بيخلص الانمي على كده، ومن الواضح ان في اسرار كتير مخفيه زي ازاي البشر بيستغلوا يو وايه الجزء الغير بشري اللي موجود جواه والتجارب دي والحاجات الكتير اللي بتحصل، بس كل ده هنعرفه لما الجزء الثاني ينزل. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي ويا رب تخشوا الجنه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.